السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. تعالوا النهارده بقى نعمل صينية كيكة تايجر جديدة وحلوة. طبعا كل الناس اكيد عارفاها او عملتها قبل كده، بس احنا هنعملها بطريقة سهلة وبسيطة جدا. يلا بينا نعملها. اول حاجة بقى هنستعملها طبعا الدقيق، ده 2.5 كوباية دقيق منخول عليه ذرة ملح، تمام، وكيس بيكنج باودر هنحطه كامل، تمام. عندي 1.25 كوباية سكر، لان انا عندي هحط على الكيك صوص شوكولاته، تمام، فهي مش عايزاها تبقى مسكره قوي، لكن انتوا برضو حسب الرغبه بتاعتكم. كوبايه لبن، بصوا كل المقادير بنفس الكوبايه دي، اعملوا المقادير بتاعتكم بكوبايه واحده. رشه فانيليا او معلقه صغيره خالص، تمام. ودي نص كوبايه زيت، عليها معلقه سمنه كبيره، السمنه بتدي طعم للكيكه، بتبقى حلوه قوي. ودي معلقه كاكاو خام، عليها حبه نسكافيه بالبندق، دي هستعملها برضو، وهحط حبه من كميه صوص الشوكولاته، هاخد منه معلقتين كده برضو، وهقول لكم هنستعملها ازاي دلوقتي. طبعا معانا بيضتين، ما ننساهمش، انا نسيتهم بس اديني اهو قلت لكم عليهم، بيضتين هنحط عليهم بقى ايه؟ السكر، ومادام في بيض يبقى لازم نحط الفانيليا، هنحط معلقه صغيره كده عشان تضيع زفاره البيض، وهنضربهم بالمضرب او في الخلاط، يعني انت ممكن تعملي الكلام ده في الخلاط او نضربهم بالمضرب. انا هضربهم بالمضرب وارجع لكم تاني. كده انا اهو ضربته، بضربه، بصوا لما بيبقى كريمي كده، انا وطي الصوت بس عشان تسمعوني. بصوا ضربته اهو، بقى كريمي جدا وبقى لونه فاتح. هنبتدي بقى واحنا بنضربه تاني هنحط عليه الزيت والسمنه، بس حبه حبه، تمام كده يعني. كده حطيت الزيت والسمنه وضربت بالراحه، هجيب اللبن بقى احط برده حبه حبه. كده ضربنا الخليط بتاعنا بقى جاهز خلاص، تمام كده. هنجيب بقى الدقيق بتاعنا نخلينه، حاطين عليه ذره ملح، وهنحط عليه كيس البيكنج باودر ونقلبه كده. قسمنا الدقيق عندي جزئين، ماشي. وهنجيب الخليط بتاعنا هنحط عليه معلقه خل كبيره، وهنقلبها، نضربها ضربه كده خفيفه كده. قلبناه، هنشيل الجزء على جنب، وهنحط النص التاني هنحط عليه حبه من الخليط، وهنضربه كده. لو احتاج تاني هنحط لغايه ما نظبط القوام بتاعه. كده ضربنا الجزء اللي احنا عاملينه بالكريمه، هنركنه على جنب. هنجيب الجزء التاني هنحط عليه المعلقه بتاعت الكاكاو، تمام، مع النسكافيه. وهنجيب الجزء برضو وهنقلب، وهنحط معلقه من صوص الشوكولاته اللي انا عاملاه، ده صوص انا بعمله وبحطه في التلاجة وقت ما بحتاجه لاي كيك او اي حاجه بستعمله على طول. هحط منه معلقه على الخلطه ديت، وهقلبهم وهوريهم كده. وضربنا كمان الشوكولاته، بقى عندنا نص شوكولاته ونص كريمه، تمام. هنجيب بقى طبعا من اول ما اشتغلنا هنكون مولعين الفرن بتاعنا على درجه حراره 180، وهنكون مبطنين الصينيه بتاعتنا بالزيت والدقيق. خلاص، هنعمل ايه بقى؟ احنا عايزينها تايجر، يا اما هنصب بكوبايه صغيره وكوبايه صغيره، يا اما معلقه ومعلقه، يا اما هنعمل كده. بصوا بقى، جزء ابيض، بسم الله، اللهم صل على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. جزء كريمه، جزء ابيض، جزء كريمه، جزء ابيض،
جزء كريمه. بصوا انا بعكس على فكره، صح؟ اقول لكم جزء ابيض وبحط الشوكولاته، يعني انتوا معايا طبعا وعارفين الدنيا وعارفين اللخبطه اللي الواحد بيبقى فيها. بس عايزه اقول لكم الكيكه دي جميله جدا وتحفه جدا جدا. بصوا انا هقلب بس ايه، اغير الصينيه كده عشان ما يبقاش جزء جزء. هنعمل كده ابيض لغايه ما نخلص الكميه بتاعتنا كلها. كده حطينا كل الكميه بتاعتنا، هنسيبها كده؟ لا طبعا، نعمل فيها بقى شويه حبشتكنات كده. هنعمل ايه؟ بسم الله. نعمل كده 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 على شكل النمر كده، عشان تبقى تايجر تايجر، عشان الشوكولاته تخش معانا في الكريمه وكله يخش في بعضه. وعايزه اقول لكم هتبقى تحفه 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 كطعم، وشكل الكيك هيعجبكم جدا. جربوها ان شاء الله، هتعجبكم باذن الله. وهوريها لكم. اول هنحطها على درجه حراره 180، الرف اللي في النص، ماشي؟ تلت ساعه ونبتدي نبص عليها. لقيناها عليت، اول ما ريحتها تطلع ما تفتحيش عليها من قبل تلت ساعه. هنجربها بخله وهنشوفها، هوريها لكم اول ما تستوي وهقول لكم هنعمل فيها ايه. كده الكيكه بتاعتنا طلعت من الفرن. اختبرناها بسكينه وشققتها كده، خرمتها كده بسكينه علشان اما احط الصوص يدخل فيها من جوه. هحط بقى الصوص كده، هي يا دوبك دافيه بس، تمام؟ سبتها تدفى شويه. هحط بقى الصوص بتاعنا. بصوا شكلها تحفه ازاي. وادي الصوص، بصوا الصوص تقيل وحلو. عايزه اقول لكم الصوص ده جميل جدا، الاولاد كلها بتحبه وطعمه حلو جدا. عليها اهو عندي بقى مكعب شوكولاته بيضه، بس هنغير شكلها كده، نبشرها عليها تدي منظر. وهقطعها وهوريكم بقى شكلها عامل ايه وحلوه قد ايه. كده قطعناها. هي المفروض نستنى لما تبرد تماما عشان تقدري تطلعيها وتقطعيها حلو. بصوا بقى شكلها، بصوا التايجر بتاعتها. عايزه اوريكم شكلها تحفه وهشه وجميله جدا. جربوها بالطريقه دي. بصوا الصوص عليها تحفه تحفه وطعمها يبقى خطير جدا. يا رب تكون عجبتكم، سهله وبسيطه. ما تنسونيش في اللايك والشير. وربنا يديمها علينا نعمه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.